رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيه ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة. هكذا تتصرف الذنوب أمام نور التوحيد لله سبحانه وتعالى. فعاقبة المذنب من الموحدين الجنة وعدم الخلود في النار، فلا يبقى فيها كما يبقى الكفار ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار. من وحد الله واستغفر وتاب وقام بشروط التوحيد أوجب ذلك المغفرة ما سلف من الذنوب كلها ونجا من النار بالكلية. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه